أضحية أو ذبح الأضحية أو تقديم القرابين في الحضارة المصرية القديمة. خليني أكون مع الباحثة الأثرية الأستاذة ولاء ناصر. برحب بيكي أستاذة ولاء. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير. حضرتك طيبه والساده المشاهدين طيبين، وعيد اضحى سعيد عليكم يا رب. وحضرتك بألف خير، كل سنة وحضرتك طيبة. عايزين نتكلم عن حكاية الأضحية أو تقديم القرابين في الحضارة المصرية القديمة، وخصوصا إن ده موثق في كتير من لوحات موجودة في جدران المعابد والمقابر. ده حقيقي ان المصريين او المسلمين بيكونوا مفكرين ان ده طقس ديني خاص بالمصريين فقط، لكن الاضحيه عند المصري القديم كانت طقس ديني مهم جدا، لكنها ما كانتش مرتبطه بعيد واحد زي دلوقتي، انما كانت جزء اساسي من العباده اليوميه والاعياد الكبرى والطقوس الجنائزيه بتاعتهم. المصري القديم كان مؤمن جدا ان لما يقدم القربان او الذبيحه بيقربوا من المعبودات وبيحافظ على حاله التوازن الكوني، يعني النظام والعدل والانسجام في الكون. ومن اشهر الاضاحي عندهم كانت السيران اللي هو الثور والابقار، وعشان كده بنشوف مناظر كثيره على جدران المعابد والمقابر لعمليات تجهيز الذبائح وتقديمها. عندنا كمان في شروط صارمه للحيوان، يعني هم مش بيختاروا اي ذبيحه كده وخلاص ونذبح اي حيوان، لا كانوا بيختاروه بعنايه، فلازم بيكون سليم وخالي من العيوب، والكهنه كانوا بيفحصوه بدقه قبل الذبح. ودي نقطه ذكرها المؤلف هيرودوت لما اتكلم عن المصريين القدماء. كمان عملية الذبح نفسها كانت بتتم بطقوس منظمة، يعني بتبدأ بأن هو يطهر الحيوان ويستخدم بخور ومية مقدسة، وبيقدم أجزاء من الذبيحة دي للمعبود جوه المعبد، وبيستخدم باقي اللحمة دي في الولائم الدينية للكهنة والعاملين وعامة الناس في احتفالات كبيرة جدا. طيب استاذه ولاء، كل اللي حضرتك ذكرتيه قلتيه ان هو موثق على جدران المعابد والمقابر، او ده تم رصده من خلال علماء الاثار. ايه تاني موجود كان مرتبط بتقديم الاضحيه او ذبح القرابين؟ عندنا كمان اعياد اوزوريس تحديدا في ابيدوس، كان في مواكب واحتفالات ضخمه مرتبطه بفكره البعث والانتصار على الموت. كان القرابين والاضاحي جزء اساسي من الطقوس دي. ويلفت للنظر ان فكره الاضحيه عند المصري القديم ما كانتش مجرد ذبح حيوان، لكن هي كانت بتحمل معنى رمزي وروحي كبير جدا، هو التضحيه والتقرب وطلب الحمايه والبركه والغفران من ربنا. وفي المقابر المصريه القديمه كمان هتلاقي قوائم كامله للقرابين مكتوب كده على جدران المعبد، يبقى مكتوب تضم الخبز واللحوم والطيور والفاكهه، لان المصري القديم كان مؤمن ان طبعا في حياه بعث وخلود تاني. صحيح. فكان مؤمن ان القرابين دي هتوصل للمتوفي في العالم الاخر وتساعده في رحلته الابديه. يعني معنى كده انه ده كان طقس مرتبط بالاعياد، زي ما حضرتك قلتي، بمناسبات كتيره او باعياد كتيره او من طقوس الحياه في الحضاره المصريه القديمه او عند المصري القديم. مظبوط. هل الجدران المعابد او المقابر مثلا ذكرت طريقه صنع هذه او طهي هذه القرابين او هذه الماشيه او الابقار؟ ايوه بيصوروها، حضرتك هتلاقي على جدران المقابر والنقوش الموجوده، وكتب اللي هي كتاب متون الاهرام وكتاب الموتى وكتب كتير مكتوب عليها ازاي بيتم الذبح زي ما بيحصل دلوقتي. والحقيقه يا استاذه ولاء، هو الحضاره المصريه القديمه ما سابتش اي تفصيله من تفاصيل حياتنا احنا بنعيشها دلوقتي، ودايما بنلاقي ليها يعني اصول او يعني اثر ليها في الحضاره المصريه القديمه. انا بشكرك جدا الباحثه الاثريه الاستاذه ولاء ناصر، ومتواصلين معاكم.